اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل وصفه جميله قوي. هن يعني هنحتاجها كتير في السحور، بتبقى خفيفه قوي وجميله. القرص الفلاحي الطريه. معايا المقادير: كوبايه الا ربع ميه دافيه، ونص كوبايه سكر. بقلبهم كويس قوي في بعض لحد ما يدوبوا، ما يبقاش في اي ظهور للسكر خالص. وبجيب عندي معلقه كبيره خميره فوريه، او الباكت اللي هو الاحمر اللي هو الفوري ده، بيبقى عباره عن معلقه كبيره يعني. بعد ما بدوبهم كويس قوي بعمل اختبار بقى للخميره في الميه الدافيه بالسكر. لما بقلبهم كده كلهم في بعض واسيبها تتفاعل شويه في جنب وتطلع فقاقيع وتعلى كده كده، يبقى عندي العجينه تطلع كويسه في التخمير. بس بقلبهم كويس قوي، وبعدين بجيب الخميره احطها عليهم واقلب. وبعدين بعد ما بقلبها مبقاش فيها حبيبات خالص ولا كده، بسيبها على جنب يعني ايه، قد مثلا 5 دقايق 10 دقايق كده في المية الدافية. بتخليها ترتفع وتبقى يعني بيبان هي شغالة ولا لأ، ولا مثلا بايظة ونبدلها بحاجة تانية. بس واسيبها على جنب. بجيب عندي كوباية فيها نص كوباية لبن. لو عندي لبن رايب بستخدمه على طول نص كوباية. لو ما عنديش بجيب نص كوباية لبن وعليها معلقة قشطة وش لبن او قشطة فلاحي مثلا، وعليهم نص معلقة خل. بروب اللبن ده يعني. لو ما عنديش لبن رايب نص كوباية ومعلقة قشطة ونص معلقة خل، وبقلبهم وبسيبهم في جنب كده قد مثلا 10 دقايق كده عشان اللبن يبتدي يروب. بجيب الخميرة بقى بعد ما تفاعلت كده وبقت حلوة ومطلعة عندي فقاقيع كده وباينة ان هي شغالة. بجيب الدقيق بالتدريج وبحط. انا عندي 3 كوبايات ونص دقيق منخولين. ما بحطهمش مرة واحدة، بحط مثلا اول كوباية ونص كده واقلب واشوف هي محتاجة ايه تاني مثلا عشان السوائل. وبحط اللبن برضو نص كوباية عندي بعد ما تخمر، احطها برضو بعد ما بقلب بالتدريج. ازود اللبن وازود دقيق بالتدريج كده وايه واقلب. وبعدين اعجن في الاخر خالص. لما احس ان العجينة عندي بقت حلوة وطرية كده، اعجن في الاخر خالص. لو احتاجت حاجة بسيطة من الدقيق بحط اللبن تدريجي والعجين والدقيق تدريجي، والمهم مع بعض كده بالتدريج. عندي 4 معالق سمنة او معلقتين سمنة ومعلقتين زبدة، بنزل بيهم برضو على العجين قبل ما بحط اللبن. بس وبخلص خالص وعجنها كويس قوي لحد ما تلم معايا كده وما يبقاش فيه دقيق، والطبق ينضف. وبعدين بحطها في الطبق وهغطيها لمدة 40 دقيقة كده او ساعة مثلا، لحد ما الطبق يتملى عندي بيها كده وتعلى وتبقى طرية وحلوة كده. كده خمرت وبقت تمام يعني ومظبوطة بقى نشتغل بيها. فبجيب بقى صينية بعد ما تخمر كويس قوي واكورها كده كور صغيرة قد بعضها. وبعد ما بخلصها كلها كل الكمية بروح حطها في الصينية ديت ومغطياها برضو شوية قد ربع ساعة كده تستريح. قبل ما بفردها في الصينية يعني بضغط عليها وافردها كده. بسيبها تستريح الاول علشان برضو لما تدخل الفرن تبقى كويسة يعني ومتخمرة كويس. هسيبها ربع ساعة في جنب كده والصينية متغطية. وبعدين اطلعها اضغط عليها وابططها في الصينية على قد الصينية كده. بدهن الصينية سمنة برضو من تحت. وبعدين بسخن الفرن كويس قوي قبل ما ادخلها، وادخلها تعلى في الفرن كده. وبعدين ايه، بعد ما تعلى في الفرن بروح فاتحة الشواية ايه حاجة بسيطة كده بس ما تتحرقش من على الوش يعني. بتطلع جميلة جدا وتحفة وطرية وقطنية، وهتعجبكم قوي يعني ان شاء الله. جربوها يا حبايبي وان شاء الله تعجبكم. متنسونيش من اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وبالالف هنا وشفا. السلام عليكم.